كيف تزيدين طاقتك الأنثوية؟ أهلا بيكي في حلقة جديدة من سلسلة رحلتي لفهم نفسي كأنثى، اللي بحكي لك فيها عن كل خطوة وكل اكتشاف في الطريق اللي بيقربني من حقيقتي كست، مش بس على مستوى الشكل لكن كمان على مستوى الروح والطاقة والوعي. النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس مهم وجوهري في حياة أي بنت أو ست، موضوع ساعات بنحسه وساعات بنفتقده وساعات بنفتكر إننا فاهمينه، لكن الحقيقة بنكون تايهين عنه تماما. النهاردة هنتكلم عن إزاي تزيدي طاقتك الأنثوية. الطاقة الأنثوية مش بس مصطلح طاقي أو روحاني، هي كمان إحساس داخلي عميق بيحدد طريقة تفاعلك مع الحياة ومع نفسك ومع الناس حواليك. الطاقة الأنثوية هي طاقة الاستقبال، الحنان، الحكمة، الجاذبية، الحس، الإبداع والبعد العميق اللي بيميز أي أنثى عن أي شيء تاني. لكن السؤال هنا، ليه فيه بنات كتير فقدوا الاتصال بالطاقة دي؟ وليه في ستات بتحس إنها دايما في وضع مقاومة أو تعب أو جفاف داخلي؟ السبب ببساطة إننا عايشين في عالم بيكرم طاقة الفعل، الإنجاز، التخطيط، التحكم، وده كله بيخص الطاقة الذكورية أكتر. فالست لما بتعيش في طاقة الذكر طول الوقت بتفقد اتصالها بأنوثتها، وده بيأثر على كل حاجة. طيب إزاي أرجع لنفسي؟ إزاي أزود طاقتي الأنثوية؟ تعالي ناخدها خطوة بخطوة وبتفصيل حقيقي من القلب. أولا، ارجعي لجسمك، بس بحب. واحدة من أهم مفاتيح الطاقة الأنثوية إنك تتصلي بجسمك، مش عشان تعاقبيه أو تعملي فيه تغيير، لكن عشان تحسي بيه. اعملي تمرينات خفيفة فيها رقص حر أو يوجا ناعمة أو حتى تمشي على مهل في الطبيعة. اسمعي الموسيقى اللي بتحرك مشاعرك، اللي بتخليكي تبتسمي أو تدمعي، وافتكري دايما الإحساس بالجسم هو أول بوابة لأنوثتك. ثانيا، استقبلي بدل ما تفضلي تعطي. الست دايما بتحب تدي حب، رعاية، وقت، مجهود، دعم، بس لو فضلتي تدي من غير ما تستقبلي بتبدأ طاقتك تفرغ. فمهم جدا إنك تتعلمي فن الاستقبال. استقبلي كلمة حلوة، حضن، مجاملة، مساعدة، هدية صغيرة. الاستقبال مش ضعف، الاستقبال هو أنوثتك في أنقى صورها. ثالثا، خدي وقتك في كل حاجة. الأنوثة مش بتحب السرعة، الأنوثة بتحب التمهل، التذوق، اللمسة الناعمة، التفاصيل، حتى في الأكل، في اللبس، في المشي، في الكلام. خدي وقتك، عيشي اللحظة بكل حواسك. السرعة والتسرع بيقتلوا جوهر الأنوثة. رابعا، التعبير عن المشاعر. الأنثى في حالتها الصحية بتعرف تعبر، بتعيط لو اتأثرت، بتضحك من قلبها، بتتكلم عن اللي مضايقها، ما بتكتمش. الطاقة الأنثوية بتجري بحرية لما المشاعر تلاقي منفذها الطبيعي، فكل ما تعبري كل ما طاقتك تبقى أنعم وأنقى. خامسا، خلي ليكي طقوسك الخاصة. اعملي لنفسك روتين صباحي بسيط، مثلا كوباية مشروب دافي، شمعة ريحتها مريحة، كتابة شكر أو نية في دفتر. دي مش رفاهية، دي عناية بأنوثتك. وليلا طقوس تهدئة زي مية دافية، زيت عطري، موسيقى هادية. كل دي حاجات بتغذي طاقتك من غير ما تحسي. سادسا، اختاري دايما جمال الأنوثة. بطبيعتها بتحب الجمال، مش بس في المظهر لكن كمان في الطريقة، في التعامل، في الاختيارات. خلي حواليك حاجات جميلة، ورد، ألوان بتحبيها، كلمات ملهمة، ناس بيشبهوا طاقتك. اختاري لبسك بعناية حتى لو قاعدة في البيت، مش عشان حد يشوفك لكن عشان انتي تشوفي نفسك وتحبيها. سابعا، التصالح مع الجانب الضعيف. جواكي القوة الحقيقية مش في انك تفضلي واقفة على طول، القوة في انك تبقي قادرة تبكي، تعترفي انك مش تمام، تطلبي حضن او دعم من غير خجل. الأنوثة مش بس حنان، دي كمان هشاشة جميلة، ونعومة مش معناها ضعف لكنها عمق إنساني راقي. في النهاية طاقتك الأنثوية مش محتاجة تتعلميها من الخارج، هي جواكي، لكن محتاجة تنضفي الطريق ليها وتفتحي لها الباب. ابدأي بخطوة صغيرة، وصدقيني كل ما هتغذي طاقتك دي كل ما هتحسي براحة، بجاذبية، بتوازن، وكل ما علاقتك بنفسك وبالدنيا هتتغير للأفضل. لو الحلقة دي لمستك أو حسيتي إنها نورتلك حاجة صغيرة جواكي، شاركيها مع صاحبتك أو اكتبيلي تعليق تحكيلي فيه إيه أكتر نقطة لمستك. وما تنسيش تتابعي باقي حلقات رحلتي لفهم نفسي كأنثى، لأن اللي جاي أعمق وأجمل.